الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف، نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أجمل منة وأفضل نعمة يعطاها إنسان في هذا الزمان؟ بنيتي، أجمل وأفضل منة وأعظم وأكرم نعمة يعطاها إنسان في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان هي يا بنيتي، هي ماذا يا فيلسوف؟ هي القدرة على أن يحب حبا صادقا واثقا جليلا نبيلا منزها عن النقائص مبرأ من النقائض. صح جدا، ولكن ماذا يا ترى تراه أشد وأحد معاناة يقاسيها أو يعانيها محب في هذه الحياة؟ بنيتي، أشد وأحد ما يعانيه أو يقاسيه ومع ذلك يرتضيه محب في أمر الحب هي الغربة يا بنيتي. الغربة؟ أية غربة يا فيلسوف؟ غربة روح المحب التي تفارقه وتلازم برغمه من يهوى ويحب. تماما يا فيلسوف، ولله در من قال فأحسن المقال: جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. فليعجب الناس مني أن لي بدنا لا روح فيه ولي روح بلا بدني. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا يا فيلسوف، ولكن هل يجبن المحب أو يتخاذل تحاشيا للوم لائم أو تلاشيا لعذل عاذل؟ في قصتي إجابتي فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. سأل أحدهم ذات يوم أحد علماء المحبة مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: يا أخي، الحب